والراسية مرت على الجميع إلى أحمد الفريدي في الجهة اليسار. الفريدي مع الكرة، يعدي الفريدي والكرة مقطوعة من الفريدي. ما زال الفريدي مصر، ما زالت مع الكرة والتصويبة من أحمد علي مقطوعة، ومرة ثانية تسديدة. هذه المرة تدخل السويسري ليحتسب ضربة جزاء، وكأنه أراد أن ينهي المباراة مع الدقيقة 57. جيروم لابريير يحتسب ضربة جزاء. شوف الإعادة بالبطيء، كرة أحمد الفريدي، بعد ذلك التصويبة الأولى ثم التصويبة الثانية من ميرير رادوي. الإعادة غير واضحة، هذه الإعادة الثانية اصطدت في يد أحمد عباس. ميرير رادوي سدد وأحمد عباس تصدى، وضربة جزاء في صالح الهلال. ضربة جزاء لصالح الهلال. ميرير رادوي محارب الرومان، محارب الرومان رادوي وجمهور النصر يدينا على الرؤوس خشية من هدف ثالث ينهي المباراة. محارب الرومان العنزي 10/10. عبد الله العنزي لاحظ ضربة الجزاء المصوبة من رادوي والتصدي بإحكام من عبد الله العنزي.